هلا شلونكم؟ قبل لا اشاهدون الفيديو لايك الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس حتى كل شيء يوصلكم جديد مع التوضيح. طبعا تعودون لكم اخر الاخبار نوضحها لكم. طبعا خلال اجراء الامتحانات التمهيديه لطلاب الخارج لهاي السنه سنه 2023 خلال الايام السابقه. المهم من ضمن الاكتشافات اللي جرتها او اللي اكتشفتها او اللي اكتشفها الامن الوطني. الأمن الوطني يلقى القبض على 7 متهمين بتزوير البطاقات الامتحانية بعد ورود معلومات دقيقة عن حالات تزوير أثناء الامتحانات التمهيدية. تمكنت مفارس جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين وبعد استحصاد الموافقات القضائية من إلقاء القبض على متهمين 2، أحدهما يقوم بأداء الامتحانات بدلا عن طالب آخر والثاني يزور البطاقات الامتحانية. كما تمكنت مفارس جهازنا في محافظة الأنبار من إلقاء القبض على 5 متهمين قاموا بأداء الامتحانات التمهيدية بدلا عن طلبة آخرين، وقد تم إحالة المتهمين بعد تدوين إفادتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. يعني انه لازمين 7 اشخاص يقومون باداء الامتحانات بدلا عن اشخاص اخرين، مزورين البطاقه الامتحانيه وجايون يمتحنون بها بدلا من الاشخاص الاخرين، فلزموهم ولقوا القبض عليهم الامن الوطني. هاي وين صارت؟ خلال فتره الامتحانات التمهيديه لهاي السنه سنه 2023، الامتحانات التمهيديه الخارجي اللي جرت خلال الفتره السابقه. كل التوفيق لكم يا رب. واخيرا تحطوا لايك الفيديو واشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس حتى كل شيء يوصلكم جديد مع التوضيح وكل الاخبار والقرارات ان شاء الله.